عزيزي المشاهد، تستمر رحلتنا في البحث عن قصص التضحية والبطولات لشهداء ثورة 25 من يناير عبر برنامج لمسة وفاء. واليوم نقدم قصة بطولة لشهيد من شهداء الثورة عشق حضارة وتاريخ وفنون مصر الحبيبة منذ عصور الحضارة المصرية المتعددة، فكانت حياته هي القربان، قدمها فداء ودفاعا عن المتحف المصري من السرقة والنهب أثناء أحداث جمعة الغضب، لإيمانه بأهمية تاريخ وطنه ورموزه من صناع حضارته. ففي 28 من يناير اخترقت جسده الطاهرة رصاصة القناصة الغادرة، ولكنها لم تخترق روحه التي ما زالت حية بيننا. زياد ولد في بيت مكون من أب وأم اجتمعوا الاثنين على الثقافة وعلى حب الفن، وأن المكتبة جزء لا يتجزأ من مهمات وأساس المنزل. كذلك القيم اللي غرست في الأبناء بتؤكد معاني حب العلم والاستزادة منه والبحث والاطلاع والسؤال وعدم الاكتفاء بالإجابات التقليدية. الحقيقة أنا وزياد مش بس إخوات، إحنا أصحاب، وعلى طول بصفة دايمة على اتصال مع بعضينا. هو كونه أكبر مني، فأنا لما يعني فأنا تقريبا اتعلمت منه كل حاجة، كل خطوة بخطوة. لازم بستشيره، ولازم بتعلم منه، علمني كل حاجة. الفكرة ان كمان هواياتنا، الحاجات اللي بنحبها نكاد نكون متطابقين فيها. يعني الموسيقى، نوعية الموسيقى اللي بنسمعها، يعني دايما لما الاقي مثلا اغنية عجبتني من غير ما هو يسمعها ببقى متأكدة انها هتعجبه. اخويا الكبير وصديقي وعشرة اكتر من 10 سنين، المرحوم الشهيد المهندس زياد بكير، في ظرف احسن من كده. بس الحقيقه الواحد بعد التفكير و... ما لقاش احسن من الظرف ده ان هو يتكلم عنه الحقيقه، لان هو في مكانه يا رب ان شاء الله يكون زي ما احنا كلنا نفسنا يكون فيها باذن الله. الشهيد زياد بكير كان بني ادم يستحق اي انسان محترم انه يعرفه. كان بني ادم محترم بمعنى الكلمه، يعني على المستوى الانساني بني ادم من الناس اللي تقدر تضرب بيهم المثل، اللي نفسك تشوف ابنك زيه او اخوك زيه او اي حد من قرايبك حتى يبقى زيه. كرمنا أسرة شهيد الأوبرا زياد بكير، وكان تكريم بسيط جنب ما قدمته هذه الأسرة من ابن من أبنائها، وابن من أبناء مصر اللي ضحى زيه زي الكثيرين مثله بروحهم فداء لهذا البلد العظيم لينال حريته ولتعود لمصر حريتها وكرامتها.
تبدأ رحلتنا مع الشهيد زياد محمد بكير من النشأة والميلاد. زياد محمد بكير مواليد أكتوبر 1973 وشهيد ثورة 25 يناير 2011، وللتاريخين معنا، فكلاهما شهد كفاح ونضال شباب ورجال مصر المخلصين لتحرير الوطن. الفنان زياد محمد بكير اللي استشهد يوم جمعة الغضب 28 يناير، ويمكن شهادتي تكون مجروحة إلى حد ما، لأن أنا والده وأنا اللي علمته وأنا اللي ربيته، ويمكن إلى حد بعيد جزء كبير من قيمه ومبادئه وأخلاقه استمدها واستقاها من بيئة البيت اللي بحمد الله أنا أنشأته. ولكن لا بأس، زياد هو من مواليد 1973، والتاريخ ده له مغزى وله معنى، لأنه ولد في سنة 73 في أثناء معركة أكتوبر 73، واستشهد في 28 يناير 2011. التاريخين مش ممكن حد هينساهم أبدا. حتى الآن أنا عايشة في مرحلة الصدمة، يعني لسه ما فقتش، وعشان كده لسه ما عيطتش، لأن ما ينفعش أعيط. الموضوع أكبر بكتير بكتير من دموع يعني. زياد لما أقف في حاجة في اللغة، سواء أيا كانت اللغة، يعني إنجليزي، فرنساوي، ألماني، أسباني، إيطالي، لازم أسأل زياد وأقول له هادي الصح بتاعها إيه. كان دايما يقول لي الصح بتاعها إيه، حتى لو هسأله في الروسي كان هيجاوبني. برضو أنا ما كنتش أعرف إنه هو قد كده محبوب مع هذه المجموعة كلهم. برضو اكتشفت إنهم بيحبوه جدا جدا. امبارح بقى حضرنا حفلة خطرش على بالي، أنا ما كنتش بحضرها بقى الحفلة دي أصلا، يعني حفلة بتاعت صبحي بدير، غناء أوروبي مودرن أو كلاسيك، يعني الاتنين مع بعض بشكل رائع جدا. بصيت لقيت المجموعة كلها متأثرة قد إيه بزياد، حتى بيقولك الكتابة بتاعت الأغاني كان هو اللي بيكتبها. فنان راقي جدا. انا نفسي مثلا كنت بتعامل معاه في مجال الشغل من سنين طويله جدا. هو طبعا اكبر مني سنا ومقاما الحقيقه، وكان ما كانش بيبخل عن اي حد باي معلومه تقدر تفيده من غير ما تطلب. يعني الراجل كان ودود جدا، وكان ما تحسش انه بيمن عليك بالمعلومه. الحقيقه كان بني ادم لبق ومثقف جدا، وكان غاية في الأدب والاحترام والذوق والتفاعل مع الناس، وعلى الرغم من كل ده كان محتفظ بقمة الهدوء وقلة الكلام والابتسامة الهادئة الجميلة اللي بتميزه دايما عن بقية اللي حواليه. كل نقطة دم من كل شهيد نزلت عملت لنا كلنا حلم كنا بنعجز ان احنا نحلم بيه. يعني قبل 25 يناير لو سألت اي حد من مثقفي مصر، من الناس اللي عايشين في مصر، ده ممكن يحصل بالسيناريو والتسلسل اللي حصل بيه، هيبقى يقول لك انت اكيد بتحلم، ده صعب جدا انه ممكن يحصل. كنا عايشين في شبه حالة من النوم المغناطيسي. صعب جدا ان المواطن المصري يقول رأيه في بلده وفي مستقبل بلده، في اقتصاد بلده، في التعليم في بلده، في كل شيء حوالين بلده. يا بلادي يا بلادي أنا
بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لأمي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لها معلش يا أمي، أموت أموت وبلدنا تعيش. أمانة تبوسولي إيديها وتسلمولي على بلادي يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي. ففي أكتوبر 73 كان ميلاد زياد بكير مع النصر والعزة والكرامة للشعب المصري بنصر أكتوبر المجيد. وفي 25 من يناير استشهاده دفاعا عن الوطن لتنال مصر الحرية والعدالة الاجتماعية. زياد محمد بكير تخرج في عام 1995 في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة قسم الديكور شعبة الفنون التعبيرية، وكان مشروع تخرجه بتقدير عام جيد جدا عن فيلم زقاق المدق. ومنذ تخرجه والتحاقه بالحياة العملية في عام 1996 أثبت جدارته في كل ما يسند له من أعمال، فقد شارك في تصميم العديد من القرى السياحية بالأقصر وطابة والإسماعيلية. المكتبة في المنزل كانت هي الأساس، ونحن الحمد لله في وقت من الأوقات ويمكن لحد دلوقتي عندنا ما يزيد عن 20,000 كتاب، بعضها موجود في هذا البيت وبعضها الآخر موجود في البيت اللي احنا اتنقلنا منه قبل كده. أول ما ظهر الكمبيوتر في مصر أنا حرصت والحمد لله إن أنا أولادي يكون معاهم هذا الجهاز اللي أنا تنبأت في لحظة من اللحظات إن هو هيكون المسيطر على حياة الناس بكاملها من ساعة ما يقوموا من النوم لحد ما يناموا، وقد كان. فأصبح زياد يتعامل مع الحاسب الإلكتروني التعامل البسيط السهل، فاهم كل أبعاده وكل مشاكله ومستوعب لكل التقنيات اللي موجودة فيه حتى آخر مدى. بيتكلم باباها بتقول له كل سنه وانت طيب، لقيت باباها مش مبسوط. قالت له في ايه؟ قال لها في كارثه حصلت. قالت له ايه؟ في ايه؟ قال لها كنيسه القديسين ضربت والناس اتقتلت ومنظر بشع جدا. فهي بقى اتقلبت فرحتها نكد وقعدت تكلم زياد. قالت له اجي؟ قالت له انا عايزه اجي. قال لها هتيجي فين؟ مصر ماتت خلاص. طبعا الكلمات دي انا ما كنتش اتخيل يعني ان هو قد كده مهتم يعني. فبتقول له يعني ايه ماتت؟ قال لها كارثه حصلت للوطن. عايزه ايه؟ عيد ميلادي اللي هو الاخراني اللي هو كان في ديسمبر، عمل لي عيد ميلاد. وصل بالتلفزيون، طلعني انا في التلفزيون، عمل فيديو كونفرنس يعني ما بيني انا هناك في المانيا وبابا وماما وهو واخويا الكبير هنا هوت. عمل وجابوا تورته وبتاع وعملوا لي حفله كامله لعيد ميلادي وانا كنت على الشاشه. ف ساعتها كان هو دايما هو شاطر جدا في التوصيلات والاسلاك وهكذا وحاجات من دي.
كان برضو جايب كاميرا تعتبر جديدة، كاميرا محترمة بروفيشنال عشان هو هاوي الفوتوغرافيا. يعني ملحقش يستعملها قوي بصراحة. هو الله يرحمه كان بني آدم مميز جدا، كان مميز في طريقة كلامه وأسلوبه وثقافته وتعليمه، وحتى في أدائه الفني اللي كان يعني فيض من العطاء يعني في المجال الفني يعني. واعتقد ان انا مش هقدر اوفيه حقه في الكلام عن الابداعات الفنيه اللي كان بيعملها في مجاله اللي هو تصميم الجرافيك، وخاصه تصميم المطبوعات الخاصه بدار الاوبرا. ويمكن رواد الاوبرا يقدروا يحكموا على مدى براعه ودقه ومهاره مصمم الجرافيك الشهيد المهندس زياد بكير. ومن المنطلق ده ابتدى فكره يخش في النواحي العلمية والتطبيقية، واهتم بعلم الفلك لأن أنا فتحت له الباب على العلم ده على أساس إن هو يوسع مداركه ويدرك مدى عظمة الكون ومدى عظمة اللي خلق هذا الكون، لأن الباحث في هذا العلم بالذات يجد نفسه مضطر إلى الإيمان بالله. علم بلا حدود، هو فتن بهذا العلم وأصبح إلى حد بعيد معلوماته فيه أكتر من معلوماتي أنا. ده ببساطة الجو اللي هو اتولد فيه. والدته فنانة تشكيلية، أنا مهتم بالحركة التشكيلية في مصر رغم إن أنا أساس دراستي ما هواش الفن، ولكني أنا مهتم بيه. بمناسبة الكتابة بقى كنت قاعدة استغرب، أقول له إيه اللي بتعمله ده؟ كنتش مصدقة يعني، أنا كنت فاكرة إن هو مجرد يعني بوسترز يرسم وخلاص. أبص ألاقي البامفلت كله فيه كتابات إنجليزي وعربي، والدقة بقى في الترجمة والدقة في الكابيتال ليتر والتنقيطة والكلام ده عشان يطلع كله بشكل الشكل اللي هو يجب يكون يعني من فنان. فحسيت ان الخسارة كبيرة قوي، مش خسارة لينا احنا لوحدنا كأسرة، خسارة للبلد بصراحة، خسارة كبيرة قوي للبلد. صوري بقى الكارت للكاميرا لو سمحت. انت ايش اللي عاملاه؟ لا لا روحي بصي يا عم زيزو. هتنافسني في البرزنتيشن. شفت بقى، انا عايزه اشوف مريم عملت لك ايه. وريني يا زيزو. الله حلوه قوي. انا عايزه اوريك هوبا. انا احب عمي. الله حلوه قوي يا زيزو. مريم تعالي يا مريم. انت كمان ده هو حلو. يلا قربوا كده، قربوا يا اولاد انتوا. يلا صوروا. يلا حالا بالا ان ابو الفصاد هيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد. عنه ابو الفصاد. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Zizo. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا زيزو، سنة حلوة يا جميل. يلا زيزو. يلا زيزو، انت الشمعة بتاعتك يا زيزو. كل سنة وانت طيب. عقبال سنة. انت قدم دخلت على الخير. اديله بوسة يلا، اديله حضن وبوسة فعسل. انا قاعده فعسل النهارده. زيزو في حضن وبوسة هيقول لك هنا. يلا اديله حضن وبوسة. شالوا هما الاثنين مع بعض. يلا وانت اديله حضن وبوسة يلا. وبيحبوه جدا على فكرة. طبعا. كل سنة وانت طيب. سنة طيب زيزو.
زياد محمد بكير نبت صالح من تربة خصبة، فهو قد نشأ في أسرة تقدس العلم والثقافة. الأب فقيه في الحضارة المصرية، وهو أيضا ليبرالي الفكر، بث في أبنائه حب القراءة والبحث، وأيضا إعمال العقل في أمور حياتهم، وكذلك تقبل الآخر ومعرفة ثقافته. الأم مهندسة ديكور وفنانة تشكيلية، ومن الأب والأم كانت جينات الفن والعلم والثقافة تسري في دماء الأبناء سيف وميريت وزياد محمد بكير. فكان زياد يتحدث 4 لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية. كان بيشتغل بقى الأعمال اللي هي الأرتستيك، اللي هي البوسترات. كان ساعات يسألني، لأن أنا أصلا اللي كنت ببقى معاه، يعني أقول له حلو اللون، زوده، غمق، فتح. في الأواخر بقى، في الأواخر أبص ألاقيني ذهلت إن مفيش نقد، يعني مستوى عالي جدا. أقول له خلاص ما تسألنيش، تسأل ده إيه ده؟ أنت وصلت لدرجة هايلة يعني. كل ده كان بيجهز لنهاية حياته بقى. صمم لجميع مطبوعات الدار. صحيح كان له معاونين، ولكن بحمد الله هو كان تفوقه بيجعله في مقام الصدارة. علاقته بأسرته علاقة تشبه علاقة القديسين. لا يمكن يسمع من له صوت عالي أو كلمة مش مناسبة أو تصرف غير لائق، لا مع أبوه ولا مع أمه ولا مع أصدقائه ولا مع زملائه في العمل، وإن اختلف بعضهم معه، ولكن لا يمكن لأحد أن يقول أنه قد تجاوز معه في يوم من الأيام. أول ما جت سيرة المتحف حصلت لي رعشة ورعب، حالة من الرعب مصاحبة بحالة تشنج أعصاب أو حاجة، يعني كرامبات. في كانت إحساس، يعني أول مرة أحس، يعني حاجة كانت فظيعة جدا، حاجة قوية جدا جدا جدا. بعدين لما لقينا زياد بعد كده وعرفنا ان هو استشهد في الساعة دي كانت هي ساعة المتحف، ساعة ما كان في مشاكل في المتحف ونداءات على المتحف وهكذا. فربطت انا التشنج اللي حصل لي وانا في ألمانيا باللي حصل ده، بان غالبا هي دي اللحظة اللي زياد استشهد فيها. يعني شاكر لكل الناس اللي تحدثوا بالخير أو ذكروا بالخير زياد، واللي قالوا عنه إن شغله كان كويس، واللي شاركونا في محنة استشهاده، واللي شاركونا في مرحلة البحث عنه قبل ما نصل إلى الحقيقة. كلهم ناس طيبين وكلهم ناس كويسين، وكلهم عكسوا بالظبط انطباعهم حول زياد. على عكس ما منظره، يعني هو كشخص هادي جدا، كيوت جدا، لطيف جدا، هادي يعني حالم جدا، ابتسامته لطيفه جدا، لكن كان يعني متطلع جدا، او بيحب جدا السفاري والرحلات، ويحب يروح البحر ويحب يروح الصحراء، كان بيحب بني ادم طبيعي، يحب الطبيعه جدا. وده كان حقيقه مؤثر على تصميماته ومؤثر على يعني حاله كله كان بنفس المنظر ده. الله يرحمه، يعني يا رب ان شاء الله يرحمه. ماتوا لانهم كانوا واقفين يدافعوا عننا واحنا في بيوتنا. احنا كنا قاعدين مرتاحين، قاعدين على الكنب مرتاحين وزي الفل، وهم بيكافحوا وبيجاهدوا وبيجتهدوا علشان يعملوا لبلدنا شكل جديد ويحطوا بلدنا في وضع جديد. بجد يعني انا محترمهم بشكل غير عادي، ونفسي في كل لحظة اتكلم عنهم قبل ما اتكلم
اقف دقيقه او اكتر كمان من دقيقه احتراما لهذه الارواح البريئه الطاهره اللي احنا الناس اللي احنا فقدناهم بجد لروحهم ووطنيتهم وثوريتهم وحبهم لبلدهم اللي هي بلدنا اللي هي مصر. يا رب مصر تتعدل وتبقى زي الفل احتراما للناس اللي راحوا مننا دول. اللي انا برجو من الله ان يكون شفيع ليا ولأمه يوم العرض على الله يوم القيامة.